حركة البيبي كانت قليلة النهاردة أو مش حاسة بيها؟ حاسة إنك نمتي على جنبك فترة طويلة لحد ما كبستي على البيبي وتفطس وبطل حركة. أنا جالك النهاردة أديكي هدية هتريحك من كل القلق ده. كل اللي أنت محتاجاه هي رشة واحدة من بيرفيوم بدر الدين للحوامل. بيرفيوم معمول مخصصا من عصارة الحبل السري لأشقى أطفال في العالم. أنا هكلمك النهاردة عن حركة البيبي في بطنك بعيد عن أي خرافات. أنا دكتور أحمد بدر الدين. أول سؤال، حركة البيبي بتبدأ إمتى؟ وفي الحقيقة السؤال الأدق، حركة البيبي هتحسي بيها إمتى؟ لأننا بنشوف البيبي بيتحرك من أول حملك على السونار، ولكن هتحسي بالحركة من أول الشهر الخامس مش قبل كده، وده لو أول مرة تحملي. ولو والدة قبل كده ممكن تحسيها في آخر الرابع. بتبقى عبارة عن نغزات رعشة بسيطة. من دلوقتي وقدام حركة البيبي هتبدأ تتغير في شكلها وقوتها. هتبقى عبارة عن شوية بنشاط على شوية أكروبات، وده بيحصل مع تطور لجهازه العصبي. البيبي بقى من الشهر السادس هيبدأ يحرك رجله بشكل أحسن، وهيبقى أول بوم سلام هتاخديه في حياتك، مش هيبقى الأخير. في شهرك السابع الرحم بيبدأ يكبر، والملعب اللي قدام البيبي بقى أكبر عشان يلعب براحته، وأخيرا هيبدأ يفرد رجليه ويلف بحرية في حركة بديعة يتعجب عليها أي حد لو كان جنبك وشاف بطنك بتحصل قدامه الحركة دي، وده وهو صاحي. إنما لو هو نايم ممكن يمس عليكي برفصة صغيرة عشان ما تنسهوش. من أول شهرك الثامن هتحسي أكتر بالكوع والركبة، حاجة مدورة كده وناشفة. من أول شهرك التاسع، ودي أهم فترة لأن معظم الحوامل بيقلقوا من تغير الحركة في الشهر ده. ليه الحركة بتتغير مش بتختفي؟ لأن البيبي وصل لوزن وطول يقارب من الوزن والطول النهائي ليه، فمساحات الأوضة اللي بيمارس فيها نشاطه الأكروباتي ما بقتش واسعة زي الأول. هتعملي إيه لو حسيتي إن الحركة قلت أو اختفت تماما؟ من أول الشهر السابع ممكن تبدأي تعدي الحركات في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. لو حسيتي فعلا إن الحركة قلت أو مش موجودة ابدأي عدي. العد نتيجته بتكون مطمئنة لو كانوا 10 حركات من أي نوع، يعني أي نوع حركة تحس بيها 10 دول أو أكتر في خلال ساعة. لو في خلال أول ساعة إنك حسيت إن الحركة قلت أو اختفت والعد الحركات ما وصلش لرقم 10، هتعملي إيه؟ هقولك دلوقتي. هتقومي تاكلي حاجة مسكرة، عصير أو شوكولاتة، بعدين تبدأ تعدي الحركات تاني، بس المرة دي هتعدي في ساعتين. لا قدر الله العد ما وصلش ل10 حركات خلال ساعتين، قومي كلمي الدكتور بتاعك على طول. إيه الحاجات اللي ممكن تقلل حركة البيبي؟ أول حاجة، لو عملتي مجهود كبير طول اليوم أو بعد العلاقة ومش عارف إيه السبب. لو البيبي لسه صغير في الحجم انت ممكن ما تحسش بالحركه بتاعته مع انه بيكون بيتحرك فعلا. مع تقدم عمر البيبي وزياده وزنه، لو البيبي نايم خصوصا في اخر 3 شهور، البيبيهات ممكن تدخل في نوم عميق. انا خلصت، شكرا ليكي.